Yo te lo dije. جمهور الغالي، كل عام وانتم بخير ويعطيكم الصحة والعافية. الآن ألبومي أصبح بمتناولكم عبر تطبيق أنغامي وعلى يوتيوب. ألبوم ما وحشناك هلأ نزل. بدي أشكر بلاتينوم ريكورد ممثلة بالسيد تيمور مرمشي، مدير أعمالي حسن السيد، الكتاب، الملحنين، جمهور الغالي، شكرا كتير. شكرا. بإمكانكم هلأ تفوتوا على يوتيوب محمد عساف ألبوم ما وحشناك، راح تشوفوه عبر تطبيق أنغامي إن شاء الله. بتمنى إنه ينال إعجابكم وأضلني عند حسن ظن. مبارك لحبيبي واخوي الفنان الكبير العظيم محمد عساف على الالبوم الجديد. اهلا ابو حسام، الله يسعدك. احلى البوم، وركزوا بس في الفيديو اللي بعديه في الاغاني. عساف في مفاجاه في الالبوم. شو المفاجاه؟ ان شاء الله في عندنا اغنيه راني هي كليب ان شاء الله، واغنيه بدك عنايه مع خنت دزونا ان شاء الله. بس طلع عليهم وشوفوا عم المرق بيلعبوا تنس. كابتن ايهاب وثار محمود بسمع في اغاني الالبوم. الله عليك يا محمود، الله عليك يا محمود. شو رايكم في الالبوم؟ ردود الافعال الحمد لله جدا رائعه، بس بتمنى اشوف تعليقاتكم على الالبوم على صفحتي على الفيسبوك. اعطيني اي معلومة، حبك حارق انفاس وسارق من عيني نوم، وما عن عالة شيب شعر راسي، لا ارتاح بالي ولا حن قلبك القاسي. وعلومة اعطيني اي معلومة. الله عليك. نستنى عبين ما يبين. مين بشوف الآن؟ طيب جمهور الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف ألف خير ويومكم سعيد إن شاء الله وطيب. بعد عامين من العمل الدؤوب والطويل، ألبومي الآن أصبح في متناولكم. ألبوم بعنوان ما وحشناك. أتمنى يا رب إنه ينال إعجابكم. الآن هو موجود عبر تطبيق أنغامي وعبر يوتيوب والقناة الرسمية لبلاتينوم ريكورد. بتمنى يا رب إنه ينال إعجابكم. يعني هالألبوم عمل سنتين، اختيارات كانت ليست سهلة. حاولت التنويع قدر الإمكان، وإن شاء الله بتمنى إنه ينال إعجابكم. كان عندي مجموعة كبيرة من الأغاني صراحة، ولكن أنا اخترت 10 أغاني إنه تكون في هذا الألبوم. نوعت ما بين الراي الجزائري والأغاني أغنية عالمية مع خنت دزونا، وأغنية بزعل على مين، وأغنية على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وأغنية علومة، ومجموعة كبيرة من الأغاني. أتمنى إنها تنال إعجابكم. بدي أشكر جمهوري، أشكر بلاتينوم ريكورد ومجموعة MBC. بدي أشكر الملحنين والكتاب الرائعين، شكر لهم جميعا على هذا العمل وهذه الأغاني. أتمنى أنها تنال إعجابكم، وأظني دائما إن شاء الله عند حسن ظنكم. حبيت في الفيديو الصغير أنه أخبركم عن هذا الموضوع، وتحياتي لكم، ما بدي أطول عليكم. أتمنى أنه ينال إعجابكم، هذا أهم شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.